شرطية تخرج 29/7/87. عملت بمواقع عديدة لوزارة الداخلية، حاصل على ماجستير الدراسات البرلمانية، كلية الحقوق، كلية السياسة والاقتصاد، جامعة القاهرة. عملت بالعمل الجماهيري من فترة طويلة. تقلدت مجلس إدارة الجمعيات الخيرية قائمة على تقديم الخدمات الاجتماعية والسياحة الدينية، عضو لجنة قادة المستقبل، عضو جمعية نهضة الفكر القائمة على توجيه الشباب نحو القضايا المجتمعية الموجودة والتي تمثل من الظواهر الخطيرة الموجودة في المجتمع، وتوضيح فكر الشباب وتوجيهه نحو تقويم هذه الظواهر من الإرهاب والمخدرات حتى لا يغيب لا يغيب الفكر وحتى لا يغيب العقل. راعي الشباب متفاهم لمشاكله، قائم على ظروفه، محاولا تذليل السبل بقدر الامكان من خلال عقد الندوات، من خلال الدورات الرياضيه، من خلال محاوله ايجاد فرص العمل المناسبه سواء على القطاع العام والقطاع الخاص بقدر الامكان بقدر ما تتيح الظروف. ناشط سياسي منتمي للحزب الوطني، عملت داخل الحزب وداخل الأروقة الخاصة بالمطبخ السياسي للحزب في المساهمة خاصة في انتخابات تجديد النصف المجلس الشورى في 2001 و2007 بالتنسيق مع القيادات الشعبية والقيادات الحزبية والقيادات الأمنية لتأييد والحشد التأييد للحزب الوطني لإنجاح الحزب في محافظة الغربية. ساهمت في محافل سياسية، تجديد المادة 76 في 2005، ساهمت في تحشد التأييد للانتخابات الرئاسية في 2005. سعيد بلقائي بكم، أتمنى التواصل معكم لتحقيق المسيرة نحو الانطلاق لعبور المستقبل لتحقيق أكثر تكافل من أداء الخدمة لبلدان الدائرة التي نعتز بها ونحبها والتي أنجبتنا جميعا والتي لا حق علينا أن نؤدي لها بقدر ما نستطيع من خلال التكافؤ بين الخدمة العامة والخدمة الخاصة، محاولة تحقيق التكافل ما بين رجل الحزب ورجل الشارع من خلال الأداء، من خلال ترك الأثر الطيب في أداء الخدمة. أعني ما تعنيه الفترة الحالية وأتفهم ما يعنيه الفترة القادمة من الظروف التي نمر بها جميعا والتي نعلمها، ومحاولين جميعا في الفترة القادمة أن نتكاتف جميعا، نتماسك جميعا، تتضافر الجهود